بالماضي يشهر البلاطوهات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرفه مع بن رحمة. بعد المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره المصري، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة بالماضي وهو يمسك بالرحمة من قميصه. ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، بل كان مادة دسمة لبلاطوهات شبه محللين الذين تركوا المباراة ل100 دقيقة وبدأوا بتحليل ال5 ثواني التي كانت بين بالرحمة وبالماضي. وكالعادة انهال المحللين على بالماضي ولم يسلم من ألسنتهم، كل هذا بدون تحليل المستوى الذي ظهر به المنتخب، وكذلك اللعب الذي أظهره المنتخب المصري، وضربة الجزاء التي لم تحتسب، والكثير من الأخطاء. نعم، فالشخص الهدام والسلبي لا يحتاج لأي شيء لإخراج سمه، وحتى ولم تكن هذه اللقطة سوف يهاجمون بالماضي بأي حجة. أما عن رأيي فهذه المناوشات تحدث في أي فرق مهما كان حجمها، لأن اللاعب الذي يستبدل يكون في أغلب الأحيان غير راضي عن قرار المدرب، والمدرب له رأي آخر، فهو مدير الفريق ويعلم كيف يديره ومن هو اللاعب الذي يجب أن يكون في ذلك المكان. سوف أعرض لكم بعض الحوادث بين اللاعبين والمدربين، فشاهد معنا. أعتقد أن الأمر لا يحتاج لهذا التهويل، فالأمر عادي جدا، كما حدث في المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر. تركت الجماهير فرحة الفوز بالنتيجة الكبيرة، وأقاموا الدنيا على ضربة الجزاء التي سددها سليماني، ليعود سليماني في مباراة مصر وينقذ المنتخب من الخسارة. المنتخبات لها قوانين، ولهذا المدرب يسير وهو أعلم بما يحتاجه الفريق، وكل الفرق مهما كان حجمها لا تخلو من هذه التشنجات. ونتمنى للفريق الوطني كل التوفيق في مسيرته، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى اخبط اشتراك زيد، اخبط لايك، شغل الجرس.